أصدرت المحكمة الجزائية في السعودية حكما أوليا بالسجن والجلد والغرامة المالية على عدد من الأشخاص الذين اعتدوا على رجلي مرور في المدينة المنورة الشهر الماضي في حادثة أثارت غضبا واسعا في البلاد، وتم اتهام أبناء عائلة ذات طبقة اجتماعية مرموقة في البلاد. وقال القاضي السعودي السابق الدكتور ياسر البلوي أن المحكمة الجزائية أصدرت حكما بالسجن 5 سنوات والجلد ب1200 جلدة وغرامة مالية على المعتدين بالضرب على رجلي المرور. وأوضح القاضي البلوي الذي شغل سابقا منصب رئيس محكمة التنفيذ في تغريدة عبر حسابه الرسمي في موقع تويتر أن الحكم صدر في قضية الاعتداء على رجل المرور أثناء تأديته لعمله في نهاية شهر رمضان الماضي. ولم يذكر القاضي البلوي عدد المدانين أو تفاصيل الحكم القضائي ضدهم، لكنه بدأ تغريدته بعبارة كائنا من كان، بإشارة إلى مكانة المدانين على ما يبدو. ووقعت الحادثة عشية عيد الفطر الماضي عندما وثق مقطع فيديو تم تصويره بهاتف النقال حادثة الاعتداء التي يظهر فيها عدد من الأشخاص يطاردون رجلي مرور ويمسكون بأحدهما ويضربانه في شارع مزدحم بالسيارات. وألقت السلطات الأمنية المختصة القبض على المتورطين في الاعتداء حينها، لكنها لم تذكر هويتهم. أجرى سفير المملكة العربية السعودية لدى واشنطن الأمير خالد بن سلمان أمس الأربعاء مباحثات مع المبعوث الأممي إلى اليمن البريطاني مارتن غريفيث. وشدد شقيق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال اللقاء دعم المملكة لجهود الحل السياسي في اليمن استنادا إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216، كما أكد التزام بلاده بمبادرات الأمم المتحدة في اليمن بالرغم من عرقلة الميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران لجهود السلام في اليمن. وكان المبعوث الأممي إلى اليمن البريطاني مارتن غريفيث قد زار عدن وصنعاء والرياض والتقى بمسؤولين في الحكومة اليمنية والتحالف العربي بقيادة السعودية وجماعة الحوثيين. تداولت وسائل إعلام سعودية قصة غريبة وفريدة من نوعها لمواطن سعودي من سكان منطقة الباحة قالت إنه لم يذق طعم النوم منذ 30 عاما وهو يبحث عنه في كل مكان. وأشارت صحيفة سبق السعودية إلى أن حالة المواطن، والتي قد يعتقد البعض أنها غير حقيقية ومجرد حكايات، حيرت الكثيرين وعجز الأطباء عن إيجاد حل لها لجعله ينام، ولا يزال مستمرا في رحلة البحث عن علاج لنومه والذي فارقه دون عودة حتى الآن. ولتسليط الضوء على هذه القصة قال الصحفي في قناة المرقاب السعودية محمد الغامدي في حديث لسبق اليوم الأربعاء أنه تلقى معلومات عن حالة رجل سعودي في السبعينيات من عمره وصفها بالغريبة جدا كونها تتمثل بعدم تمكنه من النوم منذ 30 عاما، وشدد على أن الحالة قد لا يصدقها الكثيرون إلا أنها واقع عاشه هذا المواطن. وأوضح الغامدي فريق طاقم قناة المرقاب أثناء تصويره برنامج المرقاب في الباحة بموافقة ورعاية الأمير حسام بن سعود عرضت عليهم حالة لشخص لم يذق طعم النوم منذ 30 عاما، فتوجه طاقم البرنامج للاطلاع على الحالة الغريبة وإجراء لقاء تلفزيوني يعرض ضمن برنامج المرقاب في الباحة على شاشة القناة. أوضح الصحفي بعد الانتهاء من اللقاء طلب صاحب الحالة من مشرف البرنامج إيصال مطلبه الوحيد لأمير المنطقة، وهو أنه يرغب في إيجاد سيارة عائلية لنقله هو وعائلته، إذ أنه لا يوجد لديهم إلا وانيت سيارة نصف نقل فقط وعدد أفراد الأسرة كبير ولا تتسع لهم. فتم التواصل مع الأمير مباشرة وعرض عليه الحالة فوافق مشكورا وطلب مني مقابلة هذا الشخص بمكتبه بالإمارات. وتواصلت صحيفة السبق مع صاحب الحالة الغريبة ويدعى سعود محمد محسن الغامدي، وأكد أنه التقى أمير منطقة الباحة في مكتبه وشرح له قصته، ووعد حسام بن سعود بتلبية مطالبه كافة منها توفير سيارة عائلية له. وبين المواطن الغامدي للسبق أنه أمضى قرابة 30 عاما لم يرقد، وأن الحالة ألمت به فجأة عندما كان في مهمة عسكرية إذ يعمل في السلك العسكري، وأمضى قرابة 20 يوما وهو لم يرقد، وبعد إنهاء المهمة عاد للمستشفى لمعرفة حالته وإعطائه العلاج اللازم، إلا أنه لم يجد أي مستشفى يشخص حالته ويعطيه العلاج المناسب.
وأضاف المواطن السعودي: أمضيت سنوات عدة وأنا أتردد على المستشفيات دون نتيجة، حتى شكلت لجنة طبية من 4 دول لدراسة حالتي ومعرفة أسبابها، إلا أن اللجنة قررت أنه لا علاج لي، لكنها أوضحت أن مشكلتي الأساسية هي الاكتئاب، ولا سبيل لي إلا بإعطاء المهدئات التي لا نفع لها لتجعلني أنام. وبين المواطن حسب الصحيفة أنه لا يريد من الدنيا أي شيء سوى مساعدته وإرشاده لأي مكان قد يجد علاجه فيه ليعيش الحياة الطبيعية كما يعيشها غيره من البشر العاديين. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن جمهورية الجبل الأسود المنضمة حديثا إلى حلف شمال الأطلسي يمكنها أن تدفع به إلى حرب عالمية ثالثة. وخلال مقابلة مع قناة فوكس نيوز الأمريكية، اتهم ترامب شعب الجبل الأسود بالعدوانية، ووفقا له فإن الجبل الأسود هي دولة صغيرة بها شعب شديد العدوانية. وأضاف الرئيس الأمريكي: يمكن أن يغضبوا، وحينها هنيئا لكم بالحرب العالمية الثالثة. وشكك ترامب في ضرورة الدفاع الجماعي للدول الأعضاء في حلف الناتو كما هو منصوص عليه في المادة 5 من معاهدة شمال الأطلسي. ووفقا لترامب فإنه لا ينبغي للقوات الأمريكية أن تدافع عن الجبل الأسود، لأن ذلك بحسب رأيه غير عادل، لأنهم لا يدفعون التزاماتهم. وفي الوقت نفسه أقر بأنه بموجب ميثاق الناتو سيتعين عليه الدفاع عن الجبل الأسود في حالة نشوب صراع عسكري. وأصبح الجبل الأسود رسميا العضو 29 في حلف شمال الأطلسي الناتو في أوائل يونيو حزيران 2017. يذكر أن جزءا كبير من سكان جمهورية يوغوسلافيا السابقة عرضوا الانضمام إلى الحلف في احتجاجات عمت جميع أرجاء البلاد. ومن جانب آخر، أعلنت الدفاع الروسية أن تصنيع الوحدات القتالية أفانغارد يأتي في إطار تعزيز الأمن العسكري لروسيا، مشيرة إلى بدء الإنتاج لهذه الصواريخ الفرد صوتية القادرة على الطيران بسرعة تزيد 20 مرة عن سرعة الصوت. وقالت الدفاع الروسية في بيان: انتهى المجمع الصناعي الدفاعي الروسي من تصنيع منظومة أفانغارد وبدأ في الإنتاج التسلسلي، موضحة أن الصاروخ المجنح يحلق على ارتفاع عشرات الكيلومترات، وأن سرعته تزيد على سرعة الصوت ب20 مرة. وأضافت وزارة الدفاع أنه في منطقة موقع مجمع دومبروفسكي التابع لقوات الصواريخ الاستراتيجية يجري تنفيذ مجموعة من التدابير التنظيمية والتقنية لتشغيل المنظومة. ويبدأ الفيديو ومدته دقيقة بتركيب الصاروخ على منصة الإطلاق، ثم يتم إطلاقه، وبعد ذلك تظهر الرسوم المتحركة عن انفصال الوحدة القتالية للصاروخ عن الصاروخ الحامل ومناورتها النشطة عند اقترابها من الهدف. في وقت سابق تتحدث وزارة الدفاع عن قدرة نظام بوسايدون على ضرب حاملات الطائرات، وأفادت أيضا أن اختبارات صاروخ سارمات انتهت.